السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل متابعين، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نفسك بقى في مخلل ومش عايزة تقعديه شهر ولا شهرين، لا ده انت هتاكليه في يومين. عارفة الليمون الزبدة اللي انت شايفاه ده بيتقطع كده قدامك وهو دايب، اخد يومين معايا بس. وحطيت معاه جزر وحطيت معاه فلفل، وطبعا تحطي اللي انت عايزاه. كل حاجة بتبقى تحفة بالطريقة الجميلة اللي أنا هاعملها دي. بُصّي شكله عامل إزاي، ده غير بقى صوت القرمشة زي ما أنتم سمعتوها كده بالضبط. أول حاجة تجيبي الليمون بتاعِك، شوفي الكمية اللي أنتِ عايزاها، وأنا جِبته الوسط، ولا الكبير ولا الصغير. طبعًا غسلته غسلة حلوة أوي عشان أنزّل منه أي تراب، وابتديت إن أنا كده أجيب بالسكين بتاعي أفتحه كده فتحات صغيرة من فوق. جِبت كمان حزمة كرفس وقطّعتها كده بعد ما غسلتها وتركتها على جنب. وكمان جبت فلفل كده من الحامي، وطبعا ممكن تستخدمي اي فلفل عندك لو انت حابه البارد. وكمان قطعت كده شويه من الفلفل الكوبي وحطيته معاهم. طبعا الحاجات دي اختياري زي ما انت حابه، بس انا بحس بطعم الفلفل بيبقى جميل قوي فيه. جبت بقى الليمون وحطيت عليه كوبايه ميه بس، وانا عملت 2 كيلو من الليمون. وابتديت ان انا اجيب معلقتين كبار من الحبهان ومعلقتين كبار من العصفر، وابتديت ان انا اقلبهم كلهم على بعض، ومعاهم معلقتين كبار من الملح. خلاص كده الدنيا كده معايا، دي التتبيله اللي هحشي بيها الليمون. ابتديت ان انا اجيب الليمون بتاعي بعد ما طلع، بتسيبيه بالظبط 10 دقايق في النار، ما بتسيبوش اكتر من كده. تطلعيه من النار بعد ما يبرد شويه، وتحطيه في البرطمان بتاعك اللي طبعا مغسول ومتعقم كويس قوي. الميه اللي نزلت من الليمون، عايزه اقول لك ان الاتنين كيلو ليمون ما حطيتش غير كوبايه ميه بس، لان هو بينزل ميته. باخد الميه بقى اللي باقيه من الليمون، بحطها عندي في البرطمان بعد ما انزل الكميه بتاعتي كلها. الجزر قطعته والفلفل الكوبي، ونزلت معاه بقى الكرفس بيديله ريحه حلوه قوي. دي باقي الميه اللي باقيه من الليمون. حطيت عليها كده لتر من المية، اللي هي تكون مغلية وبردت معاكي. وتحطي على لتر المية 3 معالق ممسوحين من الملح، ومعلقتين صغيرين من الخل. وخلاص كده معايا السائل جاهز. وبعدين على وش البرطمان تحطي كده زيت، وتجيبي بقى كام كيس كده وتربطيه خلال يومين بالظبط، يكون جاهز معاكي وتاكلي احلى مخلل. ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة.